أيها الحفل الكريم، نبدأ حفلنا حفل الحافظ الرباني لمسابقة القرآن الكريم بجمعية فيض الرحمة لعام 1446، سائلين الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة أعواما عديدة وأزمانا مديدة، وذلك بحضور هذا الحفل الكريم وبحضور المنصة المباركة فضيلة الدكتور سيد العربي والأستاذ الصحفي الأستاذ الحسين عبد الفتاح نائب رئيس تحرير جريدة يوزر يوسف، وفضيلة الشيخ أيمن صيدح الداعية الإسلامي الكبير، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينال هذا الحفل القبول لدى الجميع. جمعية فيض الرحمة توفيقنا كل سنة حاجة جميلة جدا، يعني ما شاء الله لؤلؤة من الأطفال بتنور طبعا في الأرض وتسطع إلى السماء، حاجة جميلة جدا مليئة خطوط وتخرج بالقرآن. فطبعا ما بيجيش سهل، لا أنا عارف إنه صعب جدا، بيجي وراه يعني ناس عظيمة جدا جدا اللي هي يعني شفنا النهارده الإخراج البديع اللي احنا شايفينه. طبعا مجهود كبير جدا زي ما قال بالظبط اخويا وحبيبي حسين عبد الفتاح. كل الشكر والتقدير طبعا لكل الاداره بتاعه فيض الرحمه. انا يعني شايف جيش كبير جدا يعني مهتمه بالجمعيه، وفي ناس وصلوا طبعا اخونا العزيز البر على الارض رجاله. فيض الرحمه كل الخير. اسمحوا لي أن أشكر باسم حضراتكم جميعا هذان الشيخان الكبيران، الشيخ سيد العربي وإن شاء الله ربنا يجعله من السعداء، والشيخ أيمن صيدح، والمنصة الكريمة التي أشرف بالتواجد بينهم في حفل القرآن الكريم مع أهل الله. فكلكم تعلمون أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن أهل القرآن قال إن لله أهلين من الناس. أهل القرآن دلنا عليهم رسول الله أنهم أهل الله وخاصته. اشحن رصيدك قبل رحيلك، لأن من ضمن الحاجات اللي بتشحن رصيد العبد بعد الرحيل أخبر بها سيدنا النبي محمد اللي هتصلي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن بعد موته، قال الحبيب النبي علما علمه ونشره. ومن ضمن العلوم علوم القرآن الكريم، علما علمه ونشره. خلي بالك أنا لو اتكلمت عن كل الحاجات دي هتلاقيها موجودة في هذه الجمعية الطيبة. أولها علم علمه ونشره، ومن أعلى العلوم كتاب الله. وإيه تاني يا سيدنا النبي؟ قال الحبيب النبي وولدا صالحا تركه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب برئيس المجلس النقابي لشركة القاهرة لتكرير البترول في جمعية فيض الرحمة وفي مسابقة القرآن الكريم الحافظ الرباني لعام 1446. ويشهد معنا الحفل في هذا اليوم المبارك الحاج أشرف السداوي، ربنا يبارك لنا فيه، داعما لمسابقة القرآن الكريم وداعما لجمعية فيض الرحمة وداعما لهذا الصرح الكبير، صرح ومجمع ومسجد عمر بن الخطاب بشبرا الخيمة التابع لجمعية فيض الرحمة. بنرحب بيك حاج أشرف. أنا اللي برحب بيكم وبشكركم على الدعوة الكريمة دي، وجزاكم الله خير. واللي انتم بتعملوه ده ربنا ان شاء الله الرحمن يجازيكم عنه خير ويجعله في ميزان حسناتكم. طبعا انا شايف في جلد من مجموعه رجال ربنا يبارك فيهم في كل المجال اللي في الخير انتم شغالين فيه. ربنا يبارك فيكم وكل حاجه.
اطفالنا الصغيرين دول ربنا ان شاء الله الرحمن يجازيكم عليهم خير، ومصرنا الحبيبه بفضل المولى عز وجل يكونوا نفع ليهم ونفع لديننا ولاسلامنا. على منصة التكريم لحفظة القرآن الكريم بجمعية فيض الرحمة بنشكر اخواننا اللي شرفونا ونورونا، عم الحاج ايمن العاصي واخويا الاستاذ علي اللي منورنا ومشرفنا في جمعية فيض الرحمة في مسابقة القرآن الكريم. عايز اقول لهم نورتونا ومشرفينا دايما، كل عام وانتم بخير، والاهل الخير والاهل الله والاهل الفضل دايما منورين.